صديقي العزيز، وكل اماني اليوم ديال الجمهور ديالنا ان شاء الله المغاربه، باش ان شاء الله المنتخب الوطني يكون في الموعد ويقدم مباراه في المستوى العالي. عندنا كل المؤهلات، عندنا كل الكفاءات ان شاء الله. انا عجبني كثير وهبي امس في الندوه الصحفيه، يعني بكل شجاعه قال لك المغرب يعني سيقارع البرازيل بكل ثقه، وهذا اللي جميل ان المنتخب الوطني الان بعد المونديال ديال قطر. وهنا كنشكروا كذلك وليد الركراكي، ما ننساوش كذلك الخير ديالو خاصه في مونديال قطر، لان هو اللي عطانا هذه المكانه الان عن المنتخبات العالميه. اذا ان شاء الله اليوم بتركيز وباصرار، لان المنتخب البرازيلي شفناه في المباراه الوديه الاخيره امام المنتخب المصري ما كانش شي اداء كبير من المنتخب البرازيلي. حاجه وحده ما خصناش نغلطوا نهائيا في الخط الدفاع، وهذا اللي اكد عليه امس اشرف حكيمي في الكونفيرونس دو بريس، اننا ما خصناش نغلطوا خاصه في خط الدفاع امام لاعبين صراع بحال رافينيا بحال فينيسيوس، لان اي خطا صغير في التمرير او في التموضع او في التموقع يعني كيكلفك غاليا في الحين. يعني المنتخب البرازيلي ما كيعطلكش اذا غلطتي شي خطا صغير. اذا خصنا نركزوا في الخط الدفاعي كيف ما اكد عليه اشرف حكيمي، وهذا واعي بطبيعه الحال بالمسؤوليه مع الاستغلال ديال الفرص. اذا ان شاء الله احنا متفائلين في هذه المباراه وديما مغرب. ديما مغربه محسن.